لقينا بقى يا رجاله مفيش ماتشات ولا في حاجه مهمه اليومين دول، والناس كلها فاقده الشغف ان احنا كمان نغير المحتوى، ويمكن الحاجات دي تبقى لطيفه شويه. عارفين انتوا بقى اليوتيوبرز اللي هي بتعمل اوسع 3 تيشيرتات، انضف 5 حكام، اوسخ 5 اهداف؟ احنا هنعمل زيهم بالظبط، وهنبدا بقى بايه؟ باقوى 5 تسديدات. يجي بقى معانا في المركز الاول لاعب كده اسمه ديفيد هيرست. انا ما اعرفوش، ولا انتوا اكيد تعرفوه برضه، ولا الناس القديمه اكيد تعرفوا. ممكن يكون الخمسه سته اللي في البيت معاه عارفينه. بصوا، هو عنده مسيره محترمه كده في ايه، في نادي ساوثهامبتون ونادي شيفيلد تقريبا. تمام، هو جايب 106 جول مع شيفيلد. انا مش فاكر انهي شيفيلد فيهم بصراحه. ال 106 جول بقى يا معلم اللي هم مع شيفيلد دول، والتسع تجوال اللي مع ساوثهامبتون، في كمان فريق كده جايب معاه كمان 9 تجوال، ولا جول تقريبا فيهم مشهور. تسديده بقى مشهوره في ماتش ارسنال وخسروه 4-1، بس التسديده ديت اتحسبت يا معلم من ضمن الاقوى في التاريخ تقريبا. ديفيد في الماتش ده شوط من بعد منطقه ال6 يارده كده، كوره جت في العارضه بسرعه 183 كيلو متر في الساعه. نيجي بقى للمركز الرابع. المركز الرابع معانا الاسطوره الهولنديه في التدريب وكره القدم، كومان. وصاحب لا مش صاحب نظريه، اللي هو مكتشف خطه انت بره حسابات. بالامانه يا رجاله، وكان مدافع محترم وحاجه كده، هداف كده على طريقه محمود علاء بصراحه. يعني كومان ده لو كان فاشل في حياته تدريبيا او كلاعب في كره القدم، يكفي الهدف اللي جابه في 1992 قصاد سامبدوريا الايطالي في نهائي دوري الابطال، وده اول بطوله اوروبيه لنادي برشلونه. ولحسن الصدف بقى، عشان هو محظوظ شويتين 3 4 5 بصراحه، اللي الهدف ده برده كان من الاقوى تسديدات في العالم. فاول كده من بعد منطقه ال 18 بكام متر كده على طريقه بشير التابعي. فاكرين انتوا تسديدات بشير التابعي في عصام الحضري كده، اللي عصام بيقعد يتفرج عليها؟ هي بقى معلم تسديده كومان كانت كده برده بسرعه 188 كيلو متر في الساعه. يجي بقى معانا في المركز الثالث ستيفن ريد، لاعب نادي بلاك بيرن الانجليزي. انا والله ما اعرفه برده، وانتوا برده ما تعرفوش، فنعديها. بس المهم ايه؟ التسديده. بصوا اقول لكم حاجه، عارفين لو التسديدات دي مش بتتحسب بالمقياس والسرعه والكيلومتر في الساعه و3 متر في الثانيه والحاجات دي كلها، انا لو شفت الاجوان دي كلها هختار التسديده ديت الاقوى. انا من سرعتها والله بجد ما شفتش الكره وهي داخله جون. هي بص شفتها كده وهي نازله من الشبكه في الارض. ستيفن سدد واحده على طريقه سدد يا ايدير بسرعه 189 كيلو متر في الساعه. في المركز الثاني بقى رجاله، اخيرا لاعب عرفناه، روبن يا عم. في 2009 ايام لما كان روبن كده لسه في ريال مدريد، كان في ماتش ودي كده قصاد دورتموند. ممكن اصلا قليل قوي اللي يفتكر الجون عشان ماتش ودي، ممكن اصلا قليل قوي اللي يفتكر ان روبن لعب في ريال مدريد، وحسبي الله ونعم الوكيل في بيريز. في ماتش ودي سدد واحده على الطاير، صاروخ ارض جو بجد بسرعه 190 كيلو متر في الساعه. نيجي بقى للمركز الاول. انت مستني مين؟ اقول لك هالك؟ طيب اقول لك روبرتو كارلوس بما ان طلع بتشيرت البرازيل والحاجات دي؟ لا يا معلم، مش دول خالص. واحد بقى معلم اسمه روني هيبرسون او هيربسون، والله ما اعرفه اصلا. اللاعب ده حكايته غريبه شويه. هو لعب في سبورتنج لشبونه وكذا نادي كده ملهمش لازمه، بس الاهم يعني اللي هو في فتره سبورتنج لشبونه كان ليه هدف غريب من فاول. مش هدف غريب من اللي هو عشان فاول، يعني هدف مجهول شويه في الاحصائيه بتاعته او في السرعه بتاعته. الناس اللي قاعده بتعمل القياسات وويكيبيديا والحاجات دي كلها عشان تحط الجول في الموسوعه والكلام ده كله، حسبت سرعه التسديده 211 كيلو متر في الساعه. الصحافه البرتغاليه تسكت بقى؟ علت عليها، قالت لهم لا 221 كيلو متر في الساعه. فالواد مجهول والتسديده بتاعته مجهوله الاحصائيه. وبس كده يا رجاله، ده كان الفيديو. انا حاسس ان هو فيديو لطيف بصراحه عن حزق الماتشات والقرف والتعصب والحاجات دي كلها. بصوا انا هكمل في المحتوى ده يعني الفترة الجاية بقى. قولوا لي عايز اعمل ايه؟ طيب انا بفكر مثلا اعمل اصل 10 الساعة 10 بجد. ايه رأيكم؟ اشوفكم الفيديو الجاي على خير يا رجالة. سلام.